النهاردة هتعيد تفكيرك في كل حاجة تعرفها عن الحيوانات، مش لأنك شفت جمالها، لا ده لأنك هتشوف أحجامها. في الفيديو ده هنشوف مع بعض أكبر المخلوقات اللي تم التقاطها أمام الكاميرات، من أناكوندا بيوصل طولها ل7 متر لسمكة قرش الحوت، وكائنات تانية كتير هتتصدم من حجمها. فلو قلبك جامد كمل معايا الفيديو للآخر، يلا بينا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب، أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. شوية الصيادين دول كانوا واقفين بيشتغلوا في أمان الله، بس فجأة قرر يطلع لهم ضيف مرعب. بس ده مش أي ضيف، ده الأخطبوط الهادي اللي بيقدر في لحظة يغير لون جلده وملمسه كأنه بيتحول قدام عينك. الراجل ده قرر يطلع يتمشى شوية، كل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما فجأة وقف مكانه متجمد، وده لأن اللي قدامه كانت واحدة من أخطر الزواحف في العالم، التعبان الشبكي. طوله ممكن يوصل لأكتر من 6 متر، ومش بس كده، ده يقدر يبلع غزال أو تمساح صغير. الغواص ده كان ماسك كاميرا بيصور صاحبه تحت المية، بس بعد لحظات بيظهر قرش الحوت، الكائن العملاق اللي ممكن يوصل طوله لأكتر من 12 متر، ودي حرفيا أكبر سمكة موجودة على كوكبنا لحد دلوقتي. بس الغريب إنه مسالم جدا وبياكل السمك الصغير من غير ما يأذي حد. الراجل ده كان بيتمشى في البحر وفي ايده عصاية بيحرك بيها الرمل، كل حاجة كان شكلها هادي. بس المفاجأة بتحصل لما الكابوريا الطينية العملاقة بتظهر. الكائن ده وزنه بيعدي 3 كيلو، يعني لو شفته منصحكش تقرب له نهائي. الضفدع ده حجمه لوحده كفيل يخض أي حد، بس الحجم مش مشكلة، لأن كل الرعب في السم اللي جواه. السم ده كفيل يقتل أي مفترس يقرب منه، حتى الحيوانات الأليفة. الغواص ده كان نازل البحر يدور على مخلوق عملاق مستخبي تحت الطين، وبعد شوية ظهر له الاستاكوزا دي، وزنها ممكن يعدي 18 كيلو وطولها بيعدي المتر. والكارثة ان المقصات بتاعتها ممكن تشق بدلة غواص وتغرس في الجلد في ثانية. في 3 أنواع من الكائن ده، ودي أخطرهم. دودة الأرض العملاقة بتعيش في غابات الأمازون، وطولها بيوصل ل2 متر، بس رغم حجمها ده إلا أنها مسالمة ومش خطر على البشر. كلنا شفنا ناس عندهم حيوانات أليفة غريبة، بس عمرك شفت حد مربي بومة بالحجم ده؟ البومة دي اسمها بومة الأسماك العملاقة، بتطير في الغابات التلجية، ومخالبها الحادة دي بيساعدوها تصطاد السمك، ولما بتفرد أجنحتها ما ينفعش نسميها طائر أليف، وبلاش تتعامل معاها على الأساس ده أصلا. معظمنا بيحب الفراشات، بس لو شفت فراشة أطلس ممكن تغير رأيك. طولها بيوصل ل 25 سنتي، وجناحاتها ألوانهم بيخطفوا العين، ورغم إنها كائن مسالم مجرد قربك منها بيحسسك برهبة. دي مش أي خنفسة، دي أكبر خنفسة موجودة على الأرض، بتعيش في غابات أمريكا الوسطى. طولها بيوصل ل 17 سنتي من غير القرن، والقرن ده اللي بيميز الذكر عن الأنثى، وبيتقال كمان إنها تقدر تشيل ضعف وزنها، والغريب كمان إنها بتعيش موسم واحد بس. اللي قدامك دي مش كائن فضائي، دي واحدة من أكبر الأسماك على كوكب الأرض، سمكة القرش المتشمس. أيوة هي اسمها كده. طولها بيوصل ل10 متر، وبقها ضخم لدرجة إنه ممكن يبلعك. بس الغريب إن القرش ده مسالم جدا وما بياكلش لحمة، وبيعيش على النباتات الصغيرة اللي في المية. إزاي مش عارف. شايف الفرخة دي؟ دي ملكة الجمال في عالم الفراخ، أصلها من الصين، بس شهرتها وصلت العالم كله.
وده بسبب حجمها الكبير وشكلها الأنيق، والناس بتحب تربيها مش بس عشان شكلها، دي كمان بتبيض ضعف الفراخ التانية ومسالمة جدا حتى مع الفراخ التانية. الراجل ده علشان يساعد نفسه في الصيد قرر يركب كاميرا في الغابة، بس اللي ما كانش يعرفه انه بدل ما يصور الفريسة صور الكائن الضخم ده. شكله مش طبيعي ووجوده يخلي اي حد يقفل الكاميرا ويجري. الراجل ده كان بيركن عربته في الجراج، بس الكاميرا الأمامية للعربية سجلت حاجة ما تتصدقش. في الأول الراجل ما خدش باله، بس بعد كده حس بحركة وصوت خفيف، وهنا ابتدى يعرف إن في حاجة مش مظبوطة. أفيال البحر العملاقة حجمها مهول وصوتها مرعب. لما بتطلع على الشواطئ بتطلع أصوات غريبة، ولو فكرت إن شكلها لطيف، الحجم والصوت لوحدهم كافيين يخضوا أي حد، حتى الناس اللي متعودة تشوف الحيوانات دي من قريب. الفيل الإفريقي معروف إنه أكبر حيوان بري على وجه الأرض، وزنه بيوصل لحد 6 طن ويمكن أكتر، وطوله 4 متر. دماغه أكبر مخ بين كل الحيوانات اللي بتعيش على اليابس. بس مش الحجم بس هو اللي بيخليه مميز، ده كمان ذكي جدا وعنده ذاكرة قوية بتخليه يفتكر أماكن وأفراد حتى بعد سنين. وبيعيش في قطيع بيكون دايما بقيادة الأنثى الكبيرة، ورغم ضخامته إلا إنه مسالم، بس لو اتضايق أو حس بالخطر قوته مش هتسيب وراها غير التراب. كلنا عارفين ضخامة النسر، بس ده مش أي نسر، ده النسر البحري ستايلر، واحد من أضخم الجوارح على كوكب الأرض. جناحاته بيوصل طولها ل2 متر ونص. بيعيش في مناطق التلج خصوصا في روسيا واليابان، وبيتغذى على السمك وخصوصا السلمون، بس لو جعان ممكن يصطاد طيور تانية، وعلشان كده الناس بتسميه ملك البحار المجمدة. اللي قدامك دي مش سمكة عادية، دي وحش مائي نصه تمساح ونصه سمكة، اسمها سمكة التمساح. جسمها طويل ومدرع بقشر سميك زي الحديد، ومنقارها شبه منقار التمساح بالظبط، ومليان أسنان حادة. طولها بيوصل لأكتر من 3 متر، ووزنها بيعدي 150 كيلو. والمرعب بقى انها من اقدم الكائنات اللي لسه عايشه لحد النهارده، عشان كده بيسموها الحفريه الحيه، لان شكلها ما اتغيرش على مدار السنين، وعلى قد ما هي مرعبه مش عدوانيه خالص تجاه البشر. في سنه 2016 عمال في البرازيل كانوا بيشتغلوا في كهف في منطقه التميرا. كل حاجه كانت ماشيه طبيعي لحد ما الكهف اتفتح. في الأول افتكروا إنها حية عادية، لكن اللي قدامهم كان وحش حقيقي، طولها بيوصل ل10 متر وعرضها متر تقريبا. دي حرفيا واحدة من أكبر التعابين اللي هتشوفها في حياتك. والمفاجأة إنهم لقوها ميتة، ناس بتقول إن العمال قتلوها، وناس تانية بتقول إنها ماتت من قوة الانفجار. المشي في الغابة ممكن يبان فكرة جميلة، بس الراجل ده لما دخل الغابة مع الكلب بتاعه اكتشف بسرعة ان دي كانت اغبى غلطة في حياته. الكلب فجأة وقف وبص ورا الشجر وبدأ يعوي بشراسة على حاجة مستخبية، وده لانه شاف ذئب اسود. بس المشكلة انه ما كانش مجرد ذئب عادي، الذئب ده حجمه مرعب، وهو في الاساس ذئب رمادي، بس الطفرة الجينية خلت لونه يتحول للاسود. وده مش بس مديله شكل مرعب، ده كمان خلى عنده قدرة اعلى على التخفي والصيد. والصيادين بيقولوا انهم لو شافوه يبقى هو اللي سمح لك تشوفه، لانه ما بيظهرش لاي حد وبيختفي اسرع مما انت متخيل. في فبراير 2024 فريق من جامعة كوينزلاند خرجوا في بعثة استكشافية في غابات الأمازون.
بس المفاجأة انهم لقوا انثى اناكوندا طولها اكتر من 7 متر ووزنها بيوصل لحد نص طن. الاناكوندا دي اسمها الاناكوندا الخضراء الشمالية، واللي اكتشفوها قالوا انها نوع مختلف تماما عن الاناكوندا الجنوبية، والفرق الجيني اللي بينها وبين قرايبها اكبر من الفرق بين الانسان والشمبانزي. التماسيح معروفة بضخامتها، بس الوحش ده حاجة تانية خالص. ده مش تمساح عادي، ده التمساح الفلبيني، واحد من أندر وأخطر أنواع التماسيح في العالم. بيعيش في الأنهار والبرك في وسط الغابات، طوله 3 متر ووزنه نص طن، بس شراسته مش طبيعية وهجومه دايما مفاجئ. عددهم النهاردة قليل جدا، والعلماء بيحاولوا يحموهم من الانقراض، وواحد من أشهرهم كان الأسطورة لولونج، وده كان أكبر تمساح تم تسجيله بطول 6 متر. في سبتمبر 2023 2 صحاب قرروا يطلعوا رحلة صيد لكندا، بس بالليل بدأوا يسمعوا أصوات غريبة حواليهم، فركبوا كاميرا مراقبة ليلية عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل، لحد ما ركزوا في الكادر فوق، وساعتها شافوا نقطتين بيض شبه العيون، بس مع التركيز أكتر الكائن بدأ يبان. بس المفاجأة إن شكله أقرب للبني آدم، بس هو أكبر بكتير. أنا بقول غوريلا، لو أنت شايف حاجة تانية ياريت تقولها لي في التعليقات. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، وأكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.